اللي أوضح لنا معنى ظاهر جدا أن هذه الحكومة هذا هو حالها، لا تعرف شيء عن أي شيء ولا تستطيع أن تنفذ شيء في أي شيء، تحتاج إلى من يقدم لها الخطط التنفيذية عشان تنزل تنفذها. مش كده وبس، ده بتلوم على نواب الشعب، انتوا ليه ما جيتوش قلتوا لنا اللي بيحصل، وكأن نواب الشعب أصبحوا هم التنفيذيين. احنا بنشكر ممثل الحكومة على هذا الشكل، وبنطالب بسحب الثقة من هذه الحكومة اللي بتضيع مخدرات الشعب وبتهدر أوقات نواب الشعب وبتضيع ثرواتنا، ولا تمتلك أي خطة قليلة أو صغيرة أو كبيرة لعلاج مشكلة بتواجهها. السيد المسؤول عن علاج الأزمة اللي بيعاني منها قطاعات عريضة من الشعب من الفلاحين ما عندوش أي تصور للعلاج. كل الدنيا بتصرخ وتنادي وتقول استوردوا أمصال، بيقول أنا عندي الأمصال في مصر، ولحد دلوقتي ما فيش مصل نزل لمكان يتم فيه التحصين، ما فيش عنده وحدة بيطرية الفلاح يروحها عشان يكشف فيها. بيقول لك البيطري هو اللي بيروح للفلاح، فعلا هو صدق، البيطري هو اللي بيروح للفلاح لحد البيت، لأن ما فيش أصلا وحدات بيطرية موجودة. بالعشر قرى ما فيهاش وحدة بيطرية واحدة، وما فيهاش غير طبيب بيطري واحد ملوش مكان يقعد فيه ولا يكشف فيه. احنا بنطالب بسحب الثقة من هذه الحكومة، وبان هم يتنازلوا عن اماكنهم وينسحبوا ويسيبوا الاماكن لناس شريفة تسعى لخدمة هذا الوطن ورد اعتباره. شكرا سيادة الرئيس. شكرا. استاذن حضرتك كلمة شريفة تتسحب من المطبقة لو تكرمت. كلمة شريفة، ناس شريفة. هو قال حضرتك ناس شريفة بس. لا، قال يترك مكانهم لناس شرفاء يعني غيرهم. لا ده هذا يعني ليس اتهام لحضرتك في شخصك مطلقا، يعني لك كل الاحترام. هو حضرتك ذكر قال الشخص المسؤول يتكلم عن الحكومة ولا يتكلم عن حضرتك بصفة شخصية. خلاص، إذا كان هذا هو المعنى فأنا أقبله، لكن إذا كان يقصدني شخصيا لا رجاء أن تسأل. لا يقبل. لو سمحت، أنا لم أعطيك الكلمة من امبارح. السيد النائب عبد الرحمن سالم فليتفضل.